لا خوف من استهلاك اللحوم الحمراء. التطمين جاء من الأمين العام لوزارة الفلاحة ليقطع الإشاعات التي رافقت ظهور وانتشار طاعون صغار المشترات ووباء الحمى القلاعية. وحتى يطمئن المستهلك أكثر، ستخضع كميات اللحوم المعروضة في الأسواق لمراقبة مكثفة. فيما يخص الاستهلاك وتموين المدن فيما يخص اللحوم، الإجراءات الصحية مع البياطرة اتخذت باللي كيكون فيه الماشية اللي تمشي للمذابح تكون على أساس شهادة بيطرية مرافقة ميدانيين باش ما يكونش فيه يعني خلل اللي ربما يكون انتشار في هذا الميدان. لكن من يقف وراء نشر إشاعات عدم صلاحية اللحوم؟ الموالون يوجهون أصابع الاتهام مباشرة إلى بارونات الاستيراد الذين لا يريدون تفويت هذه الفرصة لإغراق السوق باللحوم القادمة من أوروبا وأمريكا اللاتينية. الضحية الأولى هو الموال، والضحية الجوجة هو المستهلك. الاخرين يلقوا فرص هكا ويقعدوا يدخموا في الامر بور مان جو سي با. هذا اللي يقول لك بلي يا 4 مليون دو تات اللي ماتت، كاين اللي كذا من نهار نقولها بكل سيتي بلاتفورم اللي راهم يديروا فيها بور فاسيليتي لي زامبورطاسيون دي فيوند روج. الوغ حنا اون دي في كيكونك فهمت، ما نحتاجوش اللحم الخارج، راه عندنا يعني شي اللي واللي قال كذا ولا كذا يا خويا كاينه حاجه نديروا دي كونترا، قال شحال لي بوزوان تاع كانويا نروح نديروا معاك كونترا. مع كل ذلك فإن بقاء الوضع على حاله من شأنه أن يزيد من حدة الأزمة التي انحصرت في إشاعات تتضارب هنا وهناك، والحكومة تعمل الآن على جبهتين: الأولى لاحتواء بؤر الوباء، والأخرى لضمان تموين السوق وتهدئة المستهلك.